ازيكم عاملين ايه في حلقة جديدة من بودكاست بدل الهوا. انا عارف ان احنا غايبين عنكم بقالنا مدة، بس احنا راجعين تاني وقلنا نغير بقى جو الاستديوهات نصور عادي في الحياة الواقعية. حابين ان الموضوع يكون واقعي احسن. جميل. انا يوسف. وانا محمد. والنهارده دي حلقه جديده من بودكاست بدل القهوه. بدل الهوا. وان شاء الله نقدم حاجه حلوه ومفيده للناس باذن الله. عامل ايه يا صديقي؟ الحمد لله. وحشنا والله. وانت والله انت بتقدم وطالعين من غيري بقى، صح؟ طالعين ما يعني انت لقيتك اتأخرت بصراحة، يعني ماشي. فقلت يعني نبدأ اتفضل الحلقة اتفضل يعني. اتفضل. لازم اوعدك بعد كده. انا اسف. طالعين نتكلم النهارده عن موضوع حابب نتكلم فيه. عن كلمة دارجة مؤخرا أو شائعة جدا، بلاحظ الناس كتير بقت بتقولها، منتشرة على السوشيال ميديا تحديدا. بقى كله عمال يعمل عليها فيديوهات بقى وريلز وبوستات عن النضج. بالحديث عن الموضوع دوت بقى، انت شايف ان في سن معين للنضج او عمر معين او فتره معينه للنضج، ولا دي بتبقى متوقفه على اي؟ أكيد في سن معين النضج، بس خلينا قبل ما نقول السؤال ممكن نقول سؤال تاني قبله، هو إيه النضج أصلا؟ يعني أنت شايف إن في حاجة اسمها نضج؟ انا قلت المفهوم الدارج، يعني عشان أه، بس المفهوم الفكره توصل. الكلمة ده لكن في اه، حاجة اسمها نضج. عشان الفكره توصل نضج. بس. النضج ده يعني أنت نضجت بالشيء، أنت جبت آخرك في الشيء يعني أنت خلاص. بس ده مش موجود في الدنيا. كل حاجة أنت بتفضل تتعلم فيها يوم عن يوم، وفلسفة التعلم موجودة لمدى الحياة. مفيش حاجة أنت بتتعلمها بشكل 100%. مفيش حاجة صح. اسمها نضج. ممكن نسميها وعي. وعي بالشيء، إن أنت عندك وعي بالموضوع آه بخصوص حتة سن معين للنضج. مفيش سن معين للنضج. نشوف مثلا شباب صغير، ما شاء الله، عاقلين. ونشوف شباب كبار، ناس كبار أو رجالة كبيرة، ومش بعقلية دول، على مش هنتقد، بس أقول مش بعقلية مثلا الشباب الصغير. وهنا هي ملهاش علاقة بسن. احنا ممكن نبداها. ممكن لو مرحله الشباب هي المرحله اللي بيبدا يتكون فيها فكرك، المرحله اللي انت تبدا تركز فيها ان انت كل حاجه تتعلمها في المرحله دي هي دي اللي انت هتبدا تحصدها بعدين. مش نقول بشكل نضج، بس بشكل واعي، ان انت طالع تكون شاب واعي. ومرحله الشباب دي بتبدا من بعد سن البلوغ تقريبا، يعني مجرد مثلا 14 سنه وانت طالع بقى مظبوط. لحد ما قبل او لحد مثلا 20، او باعتراف دولتنا ال 21 سنه. وهنا انت تبدا تقول ان انت بعد كده المفروض ان انت راجل، مش شاب. دي يعني ناس كتير كله بيتعامل معاها، لان العشرينات دي مرحله شباب وطيش. لا، العشرينات دي مرحله انت المفروض بقيت راجل، وتبدا مسؤول ان انت عن كلامك وقراراتك، تصرفاتك، وكل حاجه انت بتعملها. خلينا نقول ان اكتر حاجه هي بتساهم في تشكيل وعيك ده هي قراراتك. القرارات اللي انت بتاخدها في السن ده، خصوصا في السن المبكر، في سن الشباب اللي احنا اتفقنا اللي هو من 14 ل 21 على سبيل المثال. فانت ايه رايك في الموضوع هل القرارات فعلا بتاثر بشكل مباشر في تشكيل وعيك وعقليتك؟ انا شايف ان اول حاجه بتاثر في كل حاجه في حياتك هي القرارات. اهم حاجه في قرارات انت بتبقى مضطر تاجلها، وفي قرارات لازم تاخدها، يعني مش بسرعه بس لازم تاخدها في الوقت الصح. فانت الوعي بتاعك ان انت بتبدا تختار انا امتى هاجل وامتى هعمل في الوقت المناسب، او ان انا هاخد القرار في الوقت المناسب. فانت بتبدا تاجل امتى؟ التاجيل بيجي لما التاجيل بيجي بوعي، بيبقى معناه ان انت يعني عندك يعني معلوميه كافيه بالموضوع، ان انت لو عملته دلوقتي هيفشل اكتر من هينجح. المفروض اعمل ايه؟ المفروض انت توازن. ازاي؟ لما التأجيل بيجي بوعي وبحكمة، ده بيبقى اسمه وعي ونضج، اللي هم يعني احنا بنتكلم بالمفهوم، فانا هقولها بالمفهوم. ماشي، انا تمام. هقولها بالمفهوم. فهو ده بيبقى اسمه وعي ونضج. لما التأجيل بيجي بتسويف، وان انت طب بكره انا هبدأ، طب بكره انا هعمل، طب خلاص انا طب بص انا ماشي. عايز ابدأ شيء معين، بس انا مش مستعد دلوقتي. طب مش مستعد دلوقتي ليه؟ والله مش عارف. هو انا جاهز ماديا وجاهز معنويا وجاهز نفسيا وعندي استعداد ان انا ابدأ، بس مش قادر ان انا ابدأ. ليه مش قادر؟ ما يعرفش. هو ده طيب، التسويف. ده ساعتها انت كده انت مش واعي، لكن انت محتاج توعى ان انت المفروض تبدا الحاجه فعلا. انت كده حسيت الشباب على انهم يبدا انه ياخد باله من قراراته ومن مرجعيته، عشان يفكر بشكل واعي وياخد قراراته بشكل واعي. طب ايه المرجعيه بتاعته؟ انا شايف المرجعيه اول حاجه لينا طبعا كده كده دي في ديننا، يعني لازم بتبقى ده اول مرجع لينا. الدين. الدين طبعا طبعا كده كده. تمام. تاني مرجع لينا الاهل. انا شايف ان الانسان بيطلع من بيته يبقى اصلا مكرر شويه حاجات. ليه بيكررها؟ لان هو ما يعرفش اصلا غيرها. فطريا. بالظبط، انا ما اعرفش غيرها. يعني انا شفت اهلي بيعملوا كذا فانا هعمل كذا. انا ما اعرفش هي هتنفع ولا لا، بس هعملها عشان انا ما شفتش غيرها بتتعمل. وده حس اكبر على الاهل اكتر من الشباب. بالظبط بالظبط. تالت حاجه المجتمع بتاعنا.
تمام. احنا بشكل يعني لا واعي وشكل لا واعي او مباشر او غير مباشر، احنا بنتاثر جدا بالمجتمع بتاعنا. جميل. ده منطقي اصلا، يعني انت تخيل ان انت تبقى قاعد طول حياتك كده بره بيتك، خلاص انت خدت المرجع بتاعك من الاولاني من ايه، من دينك، كده كده ده ما بيتغيرش. تاني حاجه بيتك اللي هو قابل للتغيير. تالت حاجه المجتمع اللي هو المجتمع. اصلا ده هو اللي بيغير اللي في بيتك اصلا. مش هيجي جنب دينك، كده كده دينك ما بيغيرش. لكن المرجع التالت بيغير المرجع التاني. لو غيره للاوحش اعرف ان في مشكله فيك، فكده وقعت في منحدره، ما طلعتش فوق. ودايما رمانة الميزان واللي بيوزن كل دوت واللي ان ده صلاح مش هيفرق ان الباقي فاسد، هو مرجعيتك بدينك ووعيك مظبوط بدينك ده بالظبط. اهم حاجه. اسس نفسك على الوعي بالدين، ده مش اوبشن، ده الطبيعي. انت مش هتكون شاب مثالي لما تصلي ولما ترجع لربنا ولما تكون متثقف في دينك، لا انت ده المفروض طبيعي ان انت بتثقف في دينك وما تتاثرش باللي حواليك ونظرتهم ليك، ده انت بقى بتستشيخ ومش عارف ايه، ده الطبيعي اصلا. المفروض ان انت كشاب يبقى عندك ثقافه مرجعيه بدينك. بالظبط. ف وخليني برضو يعني اسالك سؤال. اسال سؤال. انت من وجهه نظرك كده، احنا كده خلاص اتكلمنا عن سن النضج، تمام. واتكلمنا ازاي بناخد القرارات وازاي بنأجل. تمام. امتى بقى اصلا احس ان انا ناضج؟ امتى اعمل كل الكلام ده يعني؟ حلو. ممكن نربط دي بقى من وجهه نظري انا الشخصيه بالتجارب. انت مش هتقول ان انت ناضج او ان انت واعي بشيء ده من غير ما تجربه. انت خدت المرجعيه الدينيه وخدت المرجعيه من الاهل وخدت المرجعيه وراقبت المجتمع وكل الكلام ده كله، فبتبدا بقى تنفذ ده على ارض الواقع. تمام. فلما بتيجي تنفذه هو ده بقى اللي اسمه التجربه. فهي التجربه معنى كلمه تجربه ده لا يعني النجاح، ده غلط. التجربه هي تجربه بفشلها وبنجاحها. صح. ان نجحت فانت اتعلمت منها ومن نجاحها، خليش ده يغرك، لا ده انت تتعلم منه من النجاحات ديت وان انت ازاي تبدا تجربه تانية ناجحه زي الاولانيه. ان نجحت وان فشلت، مفيش تجربه بتفشل. اي حاجه انت جربتها وما نجحتش بالشكل اللي انت متوقعه ده مش فشل، لا ده انت خلاص انت عملت خطأ فانت بتتعلم منه، وانت بتتعلم واحنا جايين الدنيا نتعلم نجرب ونتعلم. تكتسب وعي، وكل ده في الاخر عشان تقرب من ربنا وعشان برضو تترفه في الدنيا. ما مش كل حاجه برضو آه، عبادات وكده، لا ما انت عايز برضو تنجح في مشروع، تنجح في حاجه، فدي تجربه. صح. تمام. مشروعك نجح الف مبروك، مشروعك ما نجحش الحمد لله اتعلمت، واشوف بقى مشروع جديد افتحه انا واتخطى غلطت بيه. في ايه واتعلم من بالظبط. اخطائي. بالظبط. فلما انت عندك مبدأ وثقافه ان انت تتعلم دايما سواء من نجاحاتك او من اخطائك، فانت عمرك ما هتحس ان انت فشلت. الاحساس الفشل ده وحش، تحس نفسك ان انت فشلت، انت بتحط ضغط على نفسك بحاجه وهميه، انت ما فشلتش. انت بس في اخطاء انت عملتها، ولما تتعلم منها بقى استغل ده بان انت تستغل الحاجه السلبيه او الشعور السلبي دوت ان انت تتعلم منه عشان تحقق الحاجه على الاقل اللي انت عايز تحققها في الطريق دوت. وبرضو فده بالنسبه من وجهه نظري هي التجارب. انت ما حققتش الحاجه ديت بس حققت وعي، حققت نضج، بالظبط. وده في حد ذاته انجاز تستحق ان انت تكافئ نفسك عليه. مظبوط. تمام. خليني بقى اسالك في حاجه تانية او برضو في حاجه زي كده. نظرتك لنفسك، هل بقى التجارب دي كلها انت بعد كل ده وبعد التجربه وبعد الوعي اللي انت اكتسبته من مراقبتك لنفسك والكلام ده، هل ده بيأثر على تكوينك لذاتك ونظرتك لنفسك؟ بص، انا مقتنع جدا ان مفيش وعي او نضج. الوعي والنضج مش بيغيروا نظرتك لنفسك. ده مش وعي ونضج. انت ايه الوعي والنضج؟ ان انت احنا مش لاقيين له مفهوم، صح؟ بس انت لما تبص له كده بشويه تحس ان انت بتوعى بالغلط فبتتجنبه فبتعمل الصح. فانت كده عرفت نفسك اهو. انا وقعت في دي كده، انا عرفت نفسي، عرفت نفسي ان انا وقعت في دي وغلط ان انا اعمل دي ومش هعملها تاني. فده كده انت وقعت ونضجت. تمام. طب لو ما غيرتش نظرتك نفسك بقى ان انت فعلا انت انسان وخطاء وممكن تقع في حاجه غلط، فبتتجنب ان انت تعملها بعد كده. لا، ما انت كده ما وقعتش، كده ما نضجتش. انت كده اتعلمت بالتجربه. اه. طب اتعلمت بالتجربه من غير ما تغير نظرتك نفسك، طب ما انت انسان، ما انت هتقع تاني. صحيح. فالوعي والنضج مش بيغير نظرتك نفسك، ده مش وعي ونضج. ده وعي ونضج ناقص. ناقص اهم طوبه. الطوبه لو ما اتحطتش المبنى كله هيقع. صحيح. بجد، فانا شايفها كده. الوعي اللي مش بيغير نظرتك نفسك دوت، لازم انت لازم تعيد نظرتك نفسك تاني. يعني انت كده اصلا ما اتعلمتش من التجربه، ما ما هو ايه انت لما بتتعلم بالظبط. بتتغير. ايه المشكله ان طبيعي. انا اقع؟ ايه المشكله ان انا افشل؟ ايه المشكله ان انا يعني لما خلاص، لما الطرق بقت تتسد، ادور بقى على طريق تاني. ما خلاص، اصل بص، هضرب مثال بحاجه انا شفتها من كام يوم، ممكن تكون مثال عبثي شويه، بس انا يعني انا
بحكم ان انا شفتها قدامي، فحسيت ان انا لازم اطبقها على تمام. كده. كان كان في كنت ماشي في شارع في يوم، كان في فار، بجد كان في فار تمام. كان بيحاول يخش اي بيت. طبعا انت البيوت كلها مقفوله من تحت ومش عارف يخش، او مش عارف يعدي. تمام. هو كل شويه بيخش عند البيت ده، مش عارف يخش على البيت اللي بعده، مش عارف يخش. وانا ماشي ورا، انا شايف كل ده قدامي، هو ماشي عمال بيخش، يحاول يخش اي بيت مش نافع. تمام. ماشي. طب وجه بيت وراح داخل. انا اتعلمت حاجتين من البتاع دي، والله بجد انا اتعلمت قول. حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت اي باب بيتسد في وشك لازم تدور على باب تاني، لازم تدور حلو. على باب تاني. الحاجه التانيه ان انت لازم، انت كبني ادم تقفل كل المدخلات ان الناس تخش لك بشكل سلبي، عشان ما تاثرش عليك بعد كده. انا شايف كده. انت كانسان، انت قدامك اوبشنين: يا الناس دي تاثر عليك وتموتك، يا اما الناس دي تاخد كلامهم كده، تبقى فاهم طوبه فوق طوبه وتمشي بيها. فانت لو قفلت الباب كويس زي ما حصل مع الفار ده، مش هيخش. واستسلمت في مش البدايه. هيخش. ولو استسلمت زي ما الفار ده ما عملش، هتوصل. وصل هو للبيت اللي هو عايزه، بغض النظر ان دي حاجه مش حلوه، بس انا قصدي الفكره نفسها، الفكره المفهوم صاحب نفسه. البيت وهو بيتفرج على الفيديو. اه الفكره او المفهوم نفسه. هو دخل البيت، هو عمل اللي هو عايزه، اثر بالسلب اثر بالايجاب، هو عمل اللي هو عايزه. وعمل اللي هو عايزه. بالظبط. انت اتاثرت بايه؟ اتاثرت بالسلب. ليه؟ عشان انت سبته يخش. فانت كده لازم بقى تفتح مخك بقى ساعتها، ايه، تغير نظرتك. انا لازم اغير الباب، اقفل الباب من تحت، مش وده هينفع. برضو وعي برضو لصاحب البيت، وعي بالظبط. لصاحب البيت ان لو انت بقى، ان انت يبقى عندك وعي ان انت ايه الابواب اللي انت بتفتحها وتقفلها للناس انها تخش لك منها، المدخلات اللي داخله لك. بالظبط. مش اي وانت حد يقرب منك، مش اي حد يتكلم معاك في اي حاجه. فلازم مظبوط. في حدود. الحدود دي هي اللي بتوقف كل حد عند حده، والحدود دي هي اللي هتوقف كل فار عند الباب عند مش الباب، هيخش. مش عارف يخش، مش عارف مظبوط. يزيد في بيتك. خليني برضه اسالك سؤال. ليه في بعض الناس بتكبر جدا في شغلها وبيوصلوا لمكانات حلوه قوي، بس بيفضلوا يعني طفوليين في مشاعرهم او في تصرفاتهم؟ يعني بيفضلوا في كده حته طفوليه جواهم، او مشاعرهم ناقصه، يعني عايشينها متاخر بمعنى صح. عشانها متاخر، ممكن بالظبط. حته عشانها متاخر دي أوي. خلينا نجاوب على السؤال ده. ممكن مش في الحياه، او مش في الشغل قصدي بشكل خاص، بل في الحياه بشكل عام. ده بسبب ان هم عاشوا طفولتهم بشكل غلط شويه، او طفولتهم اتفرضت عليهم او اترتبت بشكل غلط من الاهل. دي حاجه من اللي احنا اتربينا عليها، واللي دايما بشوفها مستمره في الشعب المصري كله. ان احنا بنعامل زي ما قلنا ان الشاب ما بين مثلا من 14 سنه لحد 20 او 21 سنه، ده يعني مش بيعاملوه انه شاب، بيعاملوه انه مراهق. ده مم. مش صح. لا، ده شاب المفروض ان هو هنا بيجمع، بيثقف نفسه، بيوعي وبيتعلم. يتعلم كل حاجه، ويعني يا سلام لو بيجرب كمان، لو انتوا اهله بتدعموه ان هو يجرب التجربه وبتشجعوا التجربه وانه يتعلم منها والصح والغلط. ليه؟ لان هنقول مثلا سن ال 21 ده مش سن اللي انا اللي حاطه، ده سن الدوله. حط مثلا 21 ده ان انت خلاص بقيت راجل، او انت الدوله معترفه بيك كراجل، بكلامك وبامضتك وبعقودك وكل حاجه. فخلينا نتخذ ان ده مثلا السن اللي نتكلم عنه، ده سن إن المفروض خلاص بقيت راجل، بقيت مسؤول. الحته دي كبيره على فكره. احنا اتربينا ان انت اهلك يعلموك ان انت لحد الجامعه مش مطلوب منك تشتغل، مش مطلوب منك اي حاجه، بس بتتعلم وفي الاجازه بتلعب او تشتغل يا عم كده، اي حاجه اي كلام، مش مهم تجمع فلوس، مش مهم اي حاجه. وان انت بتبدا ان انت تبقى راجل لما بعد الجيش، بعد ما تخلص تعليمك وبعد الجيش بتلاقي عندك 25 سنه وانت لسه صفر في الحياه. مش عارف انت لسه هتعمل بقى الحاجات اللي الناس سابوك عنها بكتير قوي، انت المفروض بالظبط. تبقى عاملها بدري. ما ادوكوش فرصه عشان انت تعمل. ترتيبك غلط اصلا. بالظبط. 21 سنه انت راجل، انت راجل المفروض ان انت تبقى ناضج، واعي. تصرفاتك، قراراتك، كلامك، انت المفروض تبقى جاهز. مش هقول لك جاهز ماديا، مش طبيعي ان انت تبقى جاهز ماديا في السن ده، بس مظبوط. تبقى جاهز عقليا. جاهز ان انت بقى تبدا تحضر الفلوس ديت، ما هي عايزه عقليه برضه. عشان لما تمسك الفلوس ما ما تبوظهاش. تبوظهاش، ان انت تبقى شاب واعي. اقول لك يا عم، ايام النبي آه، قائد الجيش كان قائد جيش سيدنا اسامه بن زيد، قائد جيش المسلمين، قائد جيش ربنا. جيش المسلمين بس قائد جيش ربنا في الفتوحات الاسلاميه، عنده 18 سنه. 18 سنه قائد جيش المسلمين كله. فانت متخيل المسؤوليه عامله ازاي؟ قائد جيش فيه ابو بكر وعمر وعثمان والنبي، هو القائد. يعني النبي ما كانش معاهم، بس هو النبي كان معينه قائد. فانت تخيل. فده سن ما السن ده بيتعمل كطفل دلوقتي، حاجه غلط جدا. يعني ايه يتعمل كطفل؟
برضه انا حاسس ان من ضمن الاسباب ان هو مش ما عرفش يعيش مشاعره كويس. يعني ما ما هو عاش ما عاش مشاعره في وقتها بمعنى صح. هنقول ده مش ذنبه بقى، حته مشاعره دي ده مش ذنبه هو، ده ذنب اهله. مش ذنب اهله بس، دي مسؤوليه على اهله اكتر. ده انت اللي بتربيه، انت اللي بتديله مشاعر. انت بتبص انت بتدي مشاعر ايه لابنك؟ ما تخلوش، ده من الحاجه اللي انت دايما بتقولها لي، ما تخلوش يدور على المشاعر دي بره. مظبوط. مظبوط. اشبعه هو من كل حاجه، مش ان انت تدلعه بشكل زياده عن اللزوم، عن زياده عن اللازم، لا، بس اديله كل حاجه وقتها الصح وبشكلها الصح عشان تطلع راجل صح. تمام. وده بالنسبه للعاطف على الاهل ان هم يدوا لابنهم. طب بالنسبه لك انت بقى، هل الوعي بالمشاعر دوت ان انت تبقى بارد كده وكاريزما بقى وساكت ده موضوع اخر انا عارفه. دايما اللي عامل فيها كام، انا ناضج، ده تلاقيه عامل كاريزما كده بص، بغض ويقول لك النظر. ليه متابع، معلش بس خلينا نقول حاجه، دايما متابع فيديو ان هو، خلاص انا عارف انت هتقول ايه، بلاش اي لا حاجه ما في دماغك، لازم، اي حاجه في دماغك دلوقتي غلط. يقول بقى فيديو اللي هو 10 حاجات، 10 تصرفات عشان تبقى شخص كاريزما وناضج، تبقى مكشر، ما تتكلمش، ما تبادرش بالسلام. عشان شاف الفيديو ده امبارح. حبيبي ما انا تبادرش ده على كده بالسلام. ما كنتش المفروض اسمع معاك اول ما دخلت. انت كده مش ناضج، ماشي. انت مش كاريزما. ما تبادرش بالسلام. و جو لاين لازم تتكلم بتخن صوت كده، والجو لاين الموضوع ده الحاجات دي بتضحكني قوي. فارمي الكلام ده كله في الزباله، وكل ده غلط غلط يا شباب يعني. فاتفضل قول. بص، انا شايف ان النضج او الوعي بيرتب المشاعر مش بيمنعها. لان بص، خليك واقعي، احنا بني ادمين، بتعيط وبتفرح وبتتنطط وبتصوت وبتعمل كل حاجه، فيك كل المشاعر، ربنا خلقك فيك من المشاعر. انت بتتجنبها ليه؟ انت تبقى بارد ليه؟ ماشي، انت وظفها صح. معنى الوعي انك توظفها صح. اختار الوقت المناسب انك تطلع فيه مشاعرك دي، وتبقى مبسوط في الوقت ده، وتبقى حزين مع الناس دي في الوقت ده. ليه؟ لان انت مطلوب منك كده. فاهم؟ كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ده اصلا معناه ان انت يبقى عندك مشاعر. ازاي؟ ان انت يعني انت هيبقى ازاي هتبقى عون لاخوك وانت بارد؟ تخيل تبقى انت قاعد بتعيط وانا بقول لك ايه يا ده العبط اللي انت بتعمله ده؟ أنت مجنون ما يا. فيش راجل ما اه، بيعيطش. ما فيش راجل بيعيط اصلا. فيش اه. راجل. ما فيش راجل بيعيط. اقول لك تخيل اقول لك كده، او اجي مثلا انت محتاج حاجه مثلا مسانده، او ان انا اجي يعني ان انا يقول اشيل لك معاك حاجه او انشف كده. كده واعمل شيل على اه، ايه الارض. ياض ما تشيل ياض، انت مجنون ياض ولا ايه؟ بتحصل فعلا. فانا كده في مشاعري. انا كده بجد كده انا. يعني يعني ايه الفرق بين ال... يعني والله بينك عايز وبين اقول لك، الجماد يعني، والله مش عايز اقول لك ان ال- انا مش عايز اضرب المثل بالحيوان، الحيوان ما انا عنده فاهم، مشاعر خلينا والله. نقول الجماد. اه والله، الجماد والله. ايه الفرق بينك وبين الجماد بجد؟ لما الكرسي ده ما عندوش مشاعر، ده ما بيحسش، اضربه مهما تضربه مش هيحس. صح. عيط عليه ماما تعيط، ما مش بالظبط. هيطبطب عليك. انت ايه الفرق بينك وبينه؟ بس انت النضج معناه ان انت بتوظف مشاعرك صح. حلو قوي النقطه دي يعني. بس ده معناه كده، او الوعي معناه، بلاش النضج عشان احنا قلنا مش عايزين نقول الكلمه دي. الوعي معناه انت بتوظف مشاعرك صح، بتحطها مع مين وفين وامتى. ازاي؟ انت. بالظبط. بس انا شايف ان ده معنى الوعي بالنسبه للمشاعر. انا بالنسبه لي كده، انا تمام قوي بالنسبه لكل دوت يعني. احنا الحمد لله، احنا اتكلمنا عن، حاولنا برضه ما نطولش في الحلقه يعني. بالظبط، بنحاول ما نطولش وبنحاول نختصر الكلام. خير الكلام ما قل ودل. مظبوط. وحاولنا نقول طبعا ما قلناش كل الجوانب، بس جوانب مهمه. مظبوط. سواء السن، سواء ازاي تعمل كده، سواء التجارب، سواء القرارات، والمرجعيه الدينيه، ودي اهم حاجه هنختم بيها الحلقه. وطبعا ازاي توظف مشاعرك وقراراتك والكلام ده كله. وبرضو اتكلمنا عن نقطه الاهل، والاهم من كل ده، واللي بيخليك تعمل كل ده، ودايما حطها في بالك وقدامك، ان المنهج الديني هو اللي بيخليك تمشي في كل ده. المنهج الديني مش صلاه وعباده وصوم، الدين منهج في حياتك بشكل عام. احنا لو مشينا، مش هم، احنا لو مشينا وانا بكلم نفسي بالظبط، بكلم احنا لو نفسي. مشينا على المنهج الديني صح. انا لسه قايل لك، انا ما قلتش حاجه عامه. الرسول كان بيعيط وكل بيحس حاجه. عن ذلك، بالظبط، كان بيعيط وكان مش بيحزن بيحس وكان لما طفل عصفوره مات كان بيواسيه كان عنده مشاعر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان عنده مشاعر، وكان بيوري الناس مشاعره. هل ده معناه ان الرسول كان ضعيف؟ الرسول كان وخلينا اقوى بقى انسان. خلينا بقى بمناسبه يعني انت اتكلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه اشرف والسلام. الخلق. آه المنهج الرسول يعني، دي ماشي، المنهج الديني احنا عارفين ما فيهوش عليه جدال. مظبوط. هنعمل حاجه تانية ومهمله بشكل، انا والسنه النبويه. السنه النبويه الناس بتاخدها على انها دي حاجه مش مهمه، على انها حاجه زياده كده. يعني انت ربنا شال من عنك الحمل في السنه النبويه ان انت مش بتتحاسب عليها، بتاخد ثوابها، لكن لو ما عملتهاش ما بتاخدش الذنب. لكن ده مش معناه انها حاجه والسنه مهمله. يعني بتكلم على مش السنه، ده مش معناه انها حاجه مهمله. السنه النبويه دي المفروض ان احنا بنمشي على خطى النبي. هو ده النبي الرسول، ما معنى الرسول؟ واخد رساله ربنا الينا.
لا النبي ينطق عن وما الهوى. وما ينطق عن الهوى. بالظبط، لا ينطق عن كل الهوى. حاجه والسنه النبويه، الاحاديث الصحيحه يعني، هي كلها حاجات عن ربنا لينا. ما تتجاهلهاش، ما احنا تعملهاش بشكل اوبشن وزياده. احنا اللي احنا بنقوله ده احنا بنحاول نعمله، فاحنا بنحاول نقول للناس اللي احنا بنحاول نعمله عشان يعني الدنيا تبقى وانت طالع اجمل. بتوعي نفسك، انا بالظبط. طالع واعي نفسي وواعي بالظبط. صديقي قبل ما اطلع واعي. القعده دي بجد احنا قاعدينها بدل القهوه، انت لو بنوعي بصيت نفسنا. احنا قاعدين احنا فين، احنا بدل ما بجد. احنا قاعدين بنوعي نفسنا على القهوه، فتحنا الكاميرا واتكلمنا وبنوعي بعض. بالظبط. انت لو لكن انا مش طالع ان انا بدور بقى ان انا الشخص الناضج اللي طالع انصحك بالظبط، لا واديك كورس مفيش. في الحياه والجو ده، مش انا خالص. بالظبط. انت لو شفتونا قاعدين، احنا قاعدين فين، احنا بجد قاعدين في مكان قهوه او جنينه بمعنى صح. فالمكان اللي احنا قاعدين فيه ده بجد احنا اخترناه عشان هو يبقى بدل القهوه، عشان يبقى بجد طالعين قاعدين بدل ما نتكلم مع بعض بيني وبينه، او ان احنا ننصح بعض بينه وبين بعض، احنا طالعين نقول الكلام ده على الملأ، عشان بدل ما احنا الاثنين يعني نوعى لوحدنا، نوعى كلنا. بس بس كده. شكرا، وان دي شاء حلقه الله جديده من باذن الله. بودكاست بدل القهوه. شكرا لاستماعك لو انت مكمل الحلقه الاخر. اتمنى شكرا على الحلقه تكون وقتك. عجبتكم، وشكرا على وقتك استماعك، واتمنى ان احنا نكون فدناك. ولو اتمنى ان انت تضيف رايك، ولو حابب تضيف حاجه عن النضج، عن الوعي من وجهه نظرك، حاجه انت حابب تضيفها بشكل عام، ده شيء يشرفنا ان انت تضيف رايك. مظبوط. وبس كده.